السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش تحسي بالأمان مع راسك راه ماشي حاجة كتجي من برا، راه كتبنى من الداخل بشوية وبصدق. كاين واحد الإحساس اللي ما كيتشافش ولكن كيحكم حياتك كاملة، الإحساس بالأمان. ماشي الأمان ديال الفلوس ولا ديال الناس ولا ديال الأماكن، ولكن الأمان اللي كيكون داخل منك مع راسك. حيت الحقيقة اللي قاصحة شوية هي ممكن تكون محاط بالناس كاملين ومع ذلك حاس براسك بوحدك وخايف، وممكن تكون بوحدك ولكن مرتاح ومطمئن. الفرق هو واش كتحس بالأمان مع راسك ولا لا. علاش ما كنحسوش بالأمان مع نفسنا؟ حيت تعودنا نربطوا القيمة ديالنا بالرأي ديال الناس، القبول، الحب المشروط والنجاح الخارجي. ومنين كيتبدلوا هاد الحوايج كيتزعزع الإحساس ديالنا كامل. كتولي كتقول واش أنا كافي؟ واش غادي نبقى بوحدي؟ واش الناس غادي يبقاو معايا؟ وهنا كيبدا الخوف، ماشي من العالم ولكن من الداخل. الأمان الحقيقي فين كاين؟ الأمان الحقيقي هو ملي توصل لمرحلة كتقبل راسك كيف ما كنتي، كتعرف أنك ماشي كامل ولكن كافي، كتغلط وكتسامح راسك، ما كتبقاش تهرب من المشاعر ديالك، وما كتحتاج شي واحد باش يحسك بقيمتك. كتولي بحال واحد الدار حتى إلا خرجوا منها الناس كاملين كتبقى عامرة بيك. كيفاش تبني الأمان مع راسك؟ أول حاجة صادق راسك، حبس الكذوب على نفسك، قول شنو حاس بلا خوف. وتاني حاجة وقف جلد الذات، ماشي أي خطأ يعني أنك فاشل، راك غير إنسان. ثالث حاجة تعلم تبقى بوحدك بلا خوف، الوحدة ماشي عدو، أحيانا هي العلاج. ورابع حاجة حيد التعلق المرضي بالناس، أي واحد يقدر يمشي ولكن انت خاصك تبقى. رد بالك من راسك، عامل نفسك بحال شي واحد كتبغيه ماشي عدو. أكبر أمان ماشي أنك تلقى شي واحد يبقى معك ديما، ولكن أنك تولي انت الشخص اللي عمرو ما غادي يخليك. حيت إلا تعلمتي تكون مع راسك بصدق حتى الحياة كتبدا تتعامل معاك بلطف.